ما دمت هنا معنا فضيلة الدكتور سعد بن مطر العتيبي، أستاذ السياسة الشرعية المساعد بالمعهد العالي للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور عبد الله. دكتور، يعني هناك من يزعم أن قضية تسييس الحج تفتح النقاش واسعا في العلاقة بين السياسة والدين، فهل هذا صحيح؟ بداية أرحب بضيفكم الكبير الإعلامي المتميز الأستاذ بدر كريم. وبالنسبة لهذا السؤال، الحقيقة هنا مغالطة كبيرة جدا. هناك فرق كبير جدا بين السياسة الشرعية الواجبة وبين التسييس الاستعراضي الباطل. هناك فرق بين السياسة الشرعية التي هي جزء من الدين، والتي هي فارق بين الحكم الإسلامي الحقيقي وغيره. وهذه السياسة الشرعية وجدت حتى في الحج، يعني منها السياسة الشرعية في الحج التي نص عليها العلماء، وهي سياسة تدبير وتنظيم وإدارة. هذه السياسة لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية العامة، ولها ولاية خاصة تعد إحدى الولايات العامة في الفقه السياسي الشرعي. وقد بين العلماء حكم ولاية الحج وجوب تأمير أمير على حجاج بيت الله الحرام وجوبا شرعيا حتى لا تضطرب الأمور، لينتظم أمر هذا الجمع الكثير وتستقيم أحوال الحجاج أمنا وسلامة ويسرا، ويتفرغ الناس لأداء الحج في جو روحاني، يعني لا تنغص المنغصات ولا تذهب منافع الطارئات. ذكر علماء السياسة مثل ماوردي وأبو يعلى وغيرهما أن ولاية الحج نوعان. ولاية تسيير الحجيج وصفوها بأنها ولاية سياسية وتتعلق بها 10 وظائف ذكرها العلماء، تتوزع على كل ما يخدم الحجاج من الخدمات وما يصلح أمرهم من الأنظمة، وهي وظائف ومهام يقودها في هذا العصر الملك في المملكة العربية السعودية. نعم. يعني بوصف صاحب الولاية العظمى في المملكة. نعم. التي تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين المكي والمدني. نعم. وتبع لتطور الدولة في هذا العصر، هذه الوظائف تتوزع بالصحيح على عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، كإمارة منطقة مكة، وزارة الحج، ورئاسة الحرمين، ووزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الصحة إلى آخره. وتصل صلاحيات السياسة الشرعية، وهذه منصوص عليها في النظام الأساسي للحكم عندنا، إلى حد إصدار أنظمة سياسية شرعية تستند إلى المصلحة الشرعية العامة وتحقق المقاصد الشرعية في أداء هذه العبادة. يعني من ذلك مثلا تقييد عدد الحجاج بنسب معينة، وطلب تصاريح للحج لتنظيم الحج. هذه أقرها العلماء لأنها من باب السياسة الشرعية وليس فيها ظلم لأحد. كذلك هناك ولاية أخرى يسمونها ولاية إقامة الحج، ووصفوها علماء السياسة بأنها بمنزلة إمامة الإمام في الصلاة. نعم. ويشترط في من يتولاها العلم بأحكام الحج وكيفية أدائه، يعني على النهج النبوي: خذوا عني مناسككم. وهنا الحقيقة أقول يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خذوا عني مناسككم، لم يثبت أنه هو أصحابه رفعوا شعارات براءة خاصة في الحج من جنس الموت لفارس ولا الموت للروم. يعني وكذلك يعني نجد أن هذه السياسة الشرعية من لوازم إقامة الحج وخدمة ضيوف الرحمن. ومن ذلك من السياسة الشرعية منع كل ما يعكر صفو الحج ويتسبب في إزعاج الحجاج وشغلهم عن القيام بما شرع الله، والوقوف بحزم أمام أي نوع من العبث. طيب دكتور سعد، يعني عقيدة البراءة من المشركين طبعا هذه عقيدة راسخة عند المسلمين، ولكن لماذا يزجون بهذه العقيدة التي يؤمن بها كل مسلم في مواسم الحج ويحدثون فوضى ومظاهرات ومسيرات قاتلة من أجل تفريق صف المسلمين؟ هذه من المغالطات الكبيرة جدا. يعني دعني أقول لك، يعني مثلا كيف يتبرأ أو يعلنون البراءة من إسرائيل وأمريكا في الوقت الذي يلعنون فيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ يعني هل هناك براءة من أبي بكر الذي هو أعلن البراءة من المشركين عندما كانوا في مكة؟ مكة ليس فيها مشركون الآن. يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر يتبرأ منهما هؤلاء، فكيف يعني في ديارهم يتبرؤون من أبي بكر وعمر، وفي مكة يريدون أن يتبرؤوا من أمريكا وإسرائيل؟ هل أمريكا وإسرائيل في مكة؟ يعني لو سمحت لي يا أستاذ دكتور عبد الله، يعني المرجع الشيعي اللبناني محمد الحسيني، معي يا دكتور؟ تفضل. خاطب النظام الإيراني يقول لهم: دعوا البيت الحرام لمن يخدمه بحق. يعني من عبارته وهذا بنصها يقول: إننا كمجلس إسلامي عربي، هذا شيعي طبعا هو. نعم. يقول: إننا كمجلس إسلامي عربي في لبنان ندعو قادة الدول العربية والإسلامية بشكل عام وشيعة العرب بشكل خاص للوقوف بصلابة ضد هكذا استغلال رخيص لشعيرة الحج من أجل مآرب مشبوهة
ونحث الأمة الإسلامية على المزيد من اليقظة وأخذ الحيطة والحذر من الانخداع والانسياق خلف هذه المواقف المشبوهة التي كما أسلفنا بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي. لاحظ هذا كلام مرجع شيعي يقول إنها بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف، ونحذر يقول في نفس الوقت النظام الإيراني من التدخل في شأن لا يعنيه بتاتا. يقول والأجدى به أن ينصرف لمعالجة مشاكله وأزماته المستعصية، لا أن يرهق نفسه وكاهله بأمر جديد لن يتمكن أبدا من حمله. ولوجه الله سبحانه وتعالى ننصح قادة نظام ولاية الفقيه أن ينصرفوا لأموركم وشأنكم الخاص ودعوا البيت الحرام لمن يخدمه بحق ومن دون تزلف ورياء. والغريب أيضا دكتور سعد أنهم يمنعون المظاهرات والمسيرات في طهران ضد نظام حكمهم. الدكتور سعد بن مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية المساعد بالمعهد القضاء العالي أو بالمعهد العالي للقضاء، شكرا جزيلا لك.